صبحكم الله بالخير وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم سأتحدث عن الطوارق. من هم الطوارق وما هي عاداتهم وأين يسكنون؟ الطوارق مجموعة من الشعوب سكنت الصحراء الكبرى هذه. اليوم وبعد تقسيم الدول صاروا في ليبيا والجزائر والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، يتواجدون في هذه الدول الخمسة. وبعد الحرب الأخيرة التي وقعت عام 2011 ذهب قسم منهم إلى موريتانيا وعاشوا في مخيمات. هذا فيما يتعلق في أماكن تواجدهم. ننتقل الآن ونتحدث عن أصل هذه الكلمة الطوارق. ما أصل هذه الكلمة؟ هناك عدة آراء مختلفة. قيل أنها تحريف لكلمة التواركة، والتي أطلقها العرب عليهم بعد أن تركوا الإسلام في وقت من الأوقات. القول الثاني انتماء هذه القبائل إلى جيش طارق بن زياد فعرفوا بالطوارق، وهذا القول أيضا بعيد. القول الثالث في سبب هذه التسمية أنها اشتقت من اسم الوادي الذي يقع في جنوب مراكش واسمه تاركا. هذا الوادي يقال أن تلك القبائل كانت تسكن فيه قديما، والنسبة إليه تارقي، تارجي أو طارقي، وجمعها طوارق، أبدلت التاء طاء فصارت طارقي. القول الرابع ولعله الأصح أنها نسبة إلى طرقهم الصحراء وتوغلهم فيها. كان تجار القوافل قديما يستعينون بهؤلاء الرجال لمعرفتهم بالطرق، فلقبوهم بالطوارق، ولعل هذا القول هو الأصح. طبعا نحن نسميهم الطوارق وهم يسمون أنفسهم التوارق بالتاء. أما فيما بينهم يعرفون أنفسهم بكالتماشق. التماشق هي اللهجة الطوارقية، وكل معناها أهل. ننتقل الآن ونتحدث عن لغة الطوارق. لغتهم قديمة جدا، ترجع إلى حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، والدليل على ذلك الكتابات والنقوش في بعض الكهوف والجبال، وتعتبر هذه اللغة من أقدم اللغات على وجه الأرض. كما تعلمون حروف اللغة العربية عندنا 28 حرف، في اللغة الطارقية 36 حرف، فيها جميع الحروف العربية ما عدا حرف الثاء. عندهم حروف مدود، طبعا ما أعرف أقراها ولا كان قريتها لكم. ننتقل الآن ونتحدث عن الحياة الاجتماعية عند الطوارق. المرأة تعامل بكثير من الاحترام والتقدير عندهم، ولهم طريقة عجيبة فيما يتعلق بمهر الزوجة. المهر يكون عبارة عن 8 أبقار، 4 ذكور و4 إناث. وإذا أراد الزوج أن يكرم الزوجة يجعلها 7 إناث وذكر واحد. تخرج هذه الأبقار من بلد الزوج إلى بلد الزوجة، وعندما تمر على أقارب الزوج يعني في الطريق يزيدون في المهر حتى يصل المهر إلى أهل المرأة. إذا وصل يضعون عليه وسما معينا ويحافظون عليه للمرأة، وحتى إذا مرت أزمة أو قحط لا يتصرفون فيه. وإذا تطلقت المرأة، وقرأت أن الطلاق نادرا ما يقع عندهم والله أعلم، تذهب المرأة إلى أهلها، ويكون المهر تلك الأبقار المحفوظة في بيت أهلها عبارة عن نفقة لها. ننتقل الآن ونتحدث عن لباس الطوارق. من الظواهر الغريبة عندهم هذا اللباس. الرجل يكون ملثما، ويحرص الرجل منهم ألا يرى وجهه. حتى في العصر الحاضر مع اللثام بعضهم يلبس نظارات شمسية. هذا اللثام يصل أحيانا إلى 5 أمتار، طوله 5 أمتار، ولهم طريقة خاصة في لباسه. تذكر بعض المصادر أن المرأة لا تكاد ترى وجه زوجها، لا تعرفه إلا عن طريق العين. وقد أكد لي أحد رجال الطوارق أن هذه المعلومة غير صحيحة، وذكر أن المرأة ترى وجه زوجها في بيته، إلا أن اللثام هو الأصل، بمعنى أن الرجل الطارقي لا ينزع هذا اللثام إلا نادرا في بيته فقط. هنا يرد سؤال: ما سبب وضع هذا اللثام؟ قرأت في عدة مصادر ووجدت أنها مختلفة. قيل
حماية للرأس من عوامل الطبيعة وشدة الحرارة، بمعنى فرضته الضرورة الصحراوية. هناك رأي آخر للكاتب إبراهيم الكوني، وهو رجل من الطوارق، يذكر أن سبب وضع هذا اللثام هو إخفاء اللسان كي ينضبط ولا يتسرع في القول. ويؤكد هذا مقولة عند الطوارق هي آوال داغ أموال، وتعني الكلام تحت اللثام. ننتقل الآن ونتحدث عن تقسيم الطوارق. الطوارق ينقسمون تقريبا إلى 3 أقسام: بربر وعرب وحسانيين. الحسانيين أصولهم غير عربية لكنهم يتحدثون اللغة العربية، أما البربر فيتحدثون بلغة التماشق وهي لغة الطوارق. أما العرب فأصولهم من العرب ويتحدثون اللغة العربية ولغة التماشق. ننتقل الآن ونتحدث عن تقسيم المجتمع عندهم طبقات وتفاوت فيما بينهم. الطبقة الأولى أو العليا طبقة الأشراف والكنتينيين، وهؤلاء يمتلكون الزعامة الدينية والزعامة الحربية. الطبقة الثانية في المجتمع الطوارقي عموم قبائل الطوارق، وهم قريبين من الطبقة الأولى. الطبقة الثالثة تسمى إينهضن، وهم بين العبيد والأحرار. أما الطبقة الرابعة فهم طبقة العبيد. الطوارق في أصح الأقوال أنهم دخلوا الإسلام في القرن الثالث، وانتشروا في عهد الأدارسة ودافعوا عن الإسلام، وهم سنة. مذهبهم مذهب الإمام مالك، بحكم أنه هو المذهب الذي شاع في بلاد المغرب عموما. طعامهم في الغالب الحليب واللحم، ويأكلون الذرة متى ما توفرت، ولهم عناية كبيرة جدا بالشاي الأخضر. والغريب أنهم يحافظون على الأكل بالملاعق، ملاعق مصنوعة من الخشب، رغم أنهم حضارة بدوية. بقي أمر نختم به حديثنا عن الطوارق وهو عددهم. لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الطوارق، وذلك لأسباب مختلفة، لكن يتراوحون بين 3 إلى 4 مليون تقريبا. هذه جولة سريعة ومختصرة عن الطوارق. أشكركم جميعا على المتابعة، وأعتذر عن الإطالة. في أمان الله.